فوز الزمالك على الإسماعيلي بأداء اقتصادي زي ما الناس بتقول. الفكرة كلها إن الزمالك ابتدت اللعيبة يبقى فيه هارموني ما بينهم، وابتدى يبقى فيه تجانس شوية. والفكرة إن أنت زرعت في اللعيبة اللعب بأن هم لازم يعملوا سكان الأول ويبصوا على اللعب ماشي إزاي، وتدي أوامر واضحة لبعض اللعيبة في الملعب إن هم أول ما يجيلهم الكورة هيتصرفوا إزاي. فمعنى كده إن أنت كمدرب ابتديت تعرف المميزات اللي عند لعيبتك وايه هي العيوب اللي عندهم. يعني اكبر مثال على كده هو دونجا. دلوقتي دونجا ابتدى يبقى ليه مهام واضحه. هي اول مهام طبعا للعيب رقم 6 في الملعب ان هو يفتك الكوره لو هو في اي هجمه مرتده علينا او هجوم منظم علينا بشكل ما، سواء الفرقه اللي قدامك بتلعب بضغط عالي او بتلعب عليك بالتحولات. هو اول مهمة عنده هو افساد الكورة. تاني حاجة بقى ان هو لما يبقى معاه الكورة المفروض يتصرف ازاي. هنلاحظ جامد جدا دلوقتي ان دونجا مجرد ما بيستلم وقبل ما يستلم بتلاقيه بيعمل سكان على الملعب، واول واحد بيبص عليه هو ايه؟ بتزيرة، عشان الكورة اول ما توصل له يبقى عارف بالظبط هو هيعمل ايه. واكبر مثال على كده ان الكورة بتاعت ضربة الجزاء اتكررت بشكل اكتر من مرة، وكمان في الماتش اللي فات بتاع المصري والجون بتاع عمر جابر برضو هنلاقي الباصة اللي طالعة من نص الملعب بتكسر الخطوط كانت طالعة من دونجا برضو رايحة لبزيرة، عشان بزيرة يبتدي يتحرك مع المدافع ويبتدي يعمل الاسيست لعمر جابر اللي جاب الجون بوش رجله في الزاوية البعيدة. فأصبح دلوقتي المدرب ابتدى يعرف ايه هي امكانيات فريقه. نفس الفكرة برضو ابتدى ان هو يلعب بأدم كايد وينج شمال، ويبتدي يلعب بنفس الفكرة اللي كان بيلعب معانا بيها المدرب البرتغالي اللي مشي راح الفتح، اللي ما بحبش اقول اسمه الصراحة عشان الواحد حزين انه مشي ونفسه يرجع تاني في ظروف افضل. ولو كانت الايام دي موجود دلوقتي فيها المدرب ده معانا كان هيفرق جامد جدا. بقى بيلعب بنفس الفكرة اللي كان بيلعب بيها المدرب، ان هو كان بيخلي ناصر ماهر وينج شمال، واحمد حمدي هو اللي كان بيلعب رقم 10، وتحتيه عبد الله سعيد ودونجا او عبد الله سعيد ومحمد شحاته. دلوقتي بقى بيلعب بادم كايد هو اللي رقم الوينج، وبيلعب بناصر ماهر هو رقم 10 عشان يعني يستفيد من طبيعة اللاعب نفسه ان هو بيحب دايما يميل للعمق. بزيادة يبقى فاتح الملعب لناحية اليمين، وآدم كايد يزود دايما نص الملعب بلعيب بيحب يميل للعمق أكتر، فيبتدي اللعيبة تلاقي بعض وتقرب من بعض أكتر، ويبتدي يسيب الخط للباك شمال اللي بيلعب وراه، فنزود واحد من نص الملعب. وده عشان اللعيبه تقرب من بعضها اكتر ويبقى فيه هارموني وتجانس اكتر، وده اللي خلى شكل الزمالك دلوقتي يبقى افضل، لان اللعيبه بقى عندها مهام واضحه في الملعب. اللعيبه اللي متساب لها بس الحريه هو ناصر ماهر عشان هو زائق قدام شويه، وتحتيه عبد الله سعيد وتحتيهم دونجا. عبد الله سعيد بيلعب وهو كاشف الملعب، فيبتدي يعمل لك الشكل الكويس ويبتدي يطلع لك الكوره من تحت بشكل كويس. وناصر ماهر بيبقى عنده حريه في الحركه من اليمين للشمال. ادم كايد دايما اول ما الكوره تبقى معانا بيسيب الوينج عشان يفتح للبنتايج وراه، ويبتدي يخش في عمق الملعب ويبتدي يقرب المسافات عشان دونجا او المدافع اللي ورا سواء حسام عبد المجيد او محمد اسماعيل يبتدوا يطلعوا الكوره بشكل صحيح. وفي نفس الوقت الناحيه الثانيه بزيادة فاتح الوينج وبيعمل اوفرلاب معاه دايما عمر جابر، ويبتدوا يشتغلوا صح. تاني حاجة برضو المفروض ان هو يعني ابتدى يفهم عدي الدباغ ايه فكرته في ان هو لعيب اهم حاجة عنده الضغط، فابتدى يديله حرية في ان هو يضغط ويخلي الناس اللي تحتيه دايما ضاغطين ضغط عالي على اللعيبه وقريبين منها، بحيث ان هو يستفيد بان عدي الدباغ بيعرف يضغط كويس جدا ويقدر يغلط المدافع زي ما حصل في الجون بتاعه في الاسماعيلي. ده مش هيقدر يعمله عدي الدباغ لوحده لو اللعيبه اللي تحتيه مش ضاغطين ضغط عالي على اللعيبه بتاعه الاسماعيلي وماسكين اللعيبه ومقربين
منهم، لان ببساطه جدا لو اللعيبه دي مش ماسكه اللعيبه بتاعت نص الملعب بتاعت الاسماعيلي، المدافع مجرد ما يهوش هيلاقي واحد قريب منه حتى لو اتلخبط في الكوره هيديها له بسن رجله ولا يطفشها في اي حته، فمش هيتلخبط اللخبطه اللي هو عملها دي. فتقدر تستفاد من عدي الدباغ ان هو كام حطه، يعني لسه برضو ما اتقنش الدور ده قوي، بس هو بيتقن الدور جدا 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 بتاع ان هو يضغط على اللعيبه ويلعب على الكوره التانيه، وبيلعب دايما على غلطات المدافعين اللي قدامه زي الجون اللي احنا جبناه لما جابوا اسمه شيكو بانزا لما عمل النو لوك. وكان اصلا لو اتفرجنا على الجون ده تاني هتلاقي ان المدافع هو اللي خطف الكوره او طولت منه، وهتلاقي دايما الضغط العالي راح عامله عدي الدباغ وراح لقطها وراح شايطها على طول، لولا خبرت في المدافع وجت لشيكو بانزا وحط الجون. نفس الحكايه برضو في الضغط العالي في الجون التاني اللي هو جابه دوت امبارح في الاسماعيلي. الجون برضو اللي جابه الماتش اللي فات مع المصري هتلاقيه برضو من الكره التانيه بيتمركز صح، بيتمركز كويس. فابتدى المدرب بتاع الزمالك يانيك فريرا ابتدى يعمل شكل محفوظ وباترن معين يمشي عليه اللعيبه ويبتدوا يشتغلوا بيه، وابتدى يخلي شكل اللعيبه كويس في الملعب، والاحتياطي كمان اللي موجود بره ابتدى مستواهم هم اصلا من متوسط لاعلى، فانت البنج بتاعك بره او الدكه بقت مستواها كويس، تنزل على الاقل خالص بتديك 7/10 او 6.5 او 7/10 يعني في الملعب بعد ما بتنزل. فده طبعا بيخلي ان في روتيشن كويس ويخلي في نفس ويخلي في شغل كويس المدرب عامله، فيبتدي اللعب يبقى صح ويبتدي شكل الزمالك فعلا يبقى كويس مع الوقت. وكل ما التجانس يزيد وهيجي يناير وتلاقي مثلا انت عندك مشكله مثلا في الوينج الشمال، هتبتدي تبص على شيكو بانزا لو هو ما اتطورش في الحته بتاعت ان هو ما اللعب الفردي اللي هو فيه ده، وان هو دايما مروش كده وما تفهمش هو عايز ايه. لو ما اتعدلش لازم نشوف وينج شمال حتى لو هو هيطلع، او سيف الجزيري بقى نسربه يعني بصراحه لان الوضع بقى صعب جدا معاه، فده يكون الحل. ونشوف لنا وينج شمال كويس هيخلي شكل الزمالك في حته تانية. لو هو كان مستواه قريب من بيتزيرا او احسن كمان يا سلام لو عملنا كده مع جون ادوارد، فالدنيا تبقى ماشيه في شكل كويس مع معدل الاعمار اصلا اللي هو نزل بيه فريق الزمالك كويس جدا، فيبتدي الشكل يبقى افضل ونروح في حته تانية ان شاء الله. الماتشات الجايه يبقى افضل يانيك فريرا ويبتدي الهارموني يزيد. والمحطه اللي جايه هي الجونه طبعا، هنشوف الماتش بدون بزيرا الزمالك هيعمل ايه ان شاء الله، ما يكونش فيه تركيز في ماتش الاهلي وان هم يحصل نتيجه سلبيه او تعادل يعني باذن الله. والمحطه بقى الحقيقيه في تقييم يانيك فريرا والهارموني بتاع اللعيبه ده هيبقى ماتش الاهلي اللي ان شاء الله الزمالك هيكسبه. السلام عليكم.